أهلا بالجميع. اليوم سأتناول موضوعا شيقا في عالم التعليم. لقد وقعت الجزائر وألمانيا إعلان نوايا مشترك لتعزيز تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية في المدارس الثانوية الجزائرية. دعونا نتناول تفاصيل هذا الاتفاق وأهميته. تم توقيع هذا الاتفاق من قبل وزير التربية الوطنية الجزائري محمد صغير سعداوي والسفير الألماني جورج فيلسهايم. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المدارس شركاء المستقبل الألماني الذي يهدف إلى بناء علاقات دولية من خلال تعليم اللغات. لماذا يعتبر هذا الأمر مهما؟ حسناً، إن تعلم اللغة الألمانية يفتح آفاقاً واسعة من الفرص للطلاب. الأمر لا يقتصر على اللغة نفسها فحسب، بل يشمل أيضاً التبادل الثقافي وإمكانية الحصول على فرص أكاديمية ومهنية مستقبلية في البلدان الناطقة بالألمانية. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن ألمانيا تعتبر قوة في مجالات مثل الهندسة والعلوم والاقتصاد، فإن اتقان اللغة الألمانية يمكن أن يعطي الطلاب ميزة كبيرة. بريك تايم يعكس هذا التعاون أيضاً العلاقة المتنامية بين الجزائر وألمانيا. فإلى جانب التعليم، يعمل البلدان معاً في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يظهر التزامن واسعاً بالتنمية المستدامة. باختصار، إن تدريس اللغة الألمانية في المدارس الجزائرية هو أكثر من مجرد برنامج لغة، إنه بوابة لآفاق جديدة يعزز التفاهم والتعاون المتبادل بين البلدين. لذا إلى جميع المعلمين، إنه وقت مثير لتشجيع طلابكم على تبني لغات وثقافات جديدة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه المبادرة الرائعة. لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من الأفكار التعليمية. شكرا لكم على المشاهدة.